مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترياني نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. قادت السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. تنظيم كرنفال ثقافي في شوارع أسمرة على شرف ذكرى الاستقلال. الاتحاد الوطني للمرأة ينظم برنامج بمناسبة ذكرى الاستقلال. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. أمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بعث قادة المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا وجمهورية مالطا وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية باكستان رسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال المجيد، وعربها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيسة مالطا ميريام سبيتيري دي بونو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق في رسائلهم عن تهانيهم الحارة للشعب والحكومة الإريترية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، متمنين لإريتريا دوام السلام والازدهار. وأكد القادة في الرسائل الموجهة باسمهم وباسم حكوماتهم تمنياتهم للرئيس السياسي أفورقي بموفور الصحة والعافية وللشعب الإريتري بالمزيد من التقدم والرخاء، معربين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. أقيم اليوم 19 من مايو كرنفال ثقافي في الشوارع الرئيسية لمدينة أسمرة احتفالا بالذكرى 35 للاستقلال المجيد، وعكس الكرنفال المنظم بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الأوسط ومشاركة 13 مديرية في الإقليم الأزياء والرقصات التقليدية للقوميات الإريترية التسع، حيث انطلق من شارع الشهداء وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اسمرام مسقى برهان في الكلمة التي ألقاها في الفعالية الثقافية والفنية في ساحة الفاتح من سبتمبر أنه على الرغم من أن الاستقلال الذي حصلنا عليه بالكفاح البطولي والتضحيات الكبيرة قد مر عليه 35 عاما، إلا أن النضال المرير والتضحيات المقدمة تعتبر حدث تاريخي لا يمحى من الذاكرة. أوضح بأن سكان الإقليم الأوسط قاموا بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بيوم استقلالهم باحتفالات باهرة، وأن الكرنفال الثقافي المنظم بمشاركة أكثر من 13 ألف من الشعب وحوالي 2000 شاب مثالا على ذلك. تضمن العرض الثقافي المصحوب بالرقص أغاني وطنية لفنانين مخضرمين وشباب. نظم الاتحاد الوطني للمرأة برنامجا في العاصمة أسمرة في 19 من مايو بمناسبة احتفالات الاستقلال يعكس بطولات المرأة الإريترية في النضال التحرري والدفاع عن السيادة الوطنية. حضر الفعالية التي افتتحتها وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. عرض في البرنامج فيلمين ثقافيين يعكسان دور المرأة الإريترية في ضمان السلام والأمن البحريين والعملية المستمرة لتنفيذ أمانة الشهداء استنادا إلى التاريخ الحقيقي. أوضحت منسقة البرنامج السيدة زايد مسن أن تاريخنا الموثق يسهم كثيرا في التقاء صمود الشباب وتمتين الوحدة الوطنية، حيث يعمل الاتحاد في السنوات الأخيرة بتوثيق بطولات المرأة الإريترية. رافق البرنامج المنظم تحت شعار صمودنا ضماننا أنشطة فنية. احتفلت الجالية الإريترية في تورنتو الكندية وعدد من مدن جنوب المملكة العربية السعودية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا، وسط أجواء وطنية مميزة ومشاركة واسعة من المواطنين والفنانين. وفي الاحتفال الذي أقيم بمدينة تورنتو يوم 17 من مايو، أكدت السيدة أماريش مبرهتو أن المناسبة تمثل فرصة لاستذكار المراحل النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري وتجديد العهد لبناء وطن مزدهر ومستقر. كما بعث عمدة تورنتو رسالة تهنئة بالمناسبة. وافادت اللجنة المنظمة بأن برنامج الاحتفالات سيتواصل يوم 21 من مايو بمراسم رفع العلم الإريتري، فيما ستقام فعاليات رياضية خاصة بكأس الاستقلال يوم 24 من مايو.
وفي السياق ذاته نظمت الجالية الإريترية في مدن خميس مشيط وجيزان والنماص بجنوب السعودية يومي 14 و15 من مايو احتفالات وطنية وثقافية عكست تضحيات الشعب الإريتري وقيم الاستقلال بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وشخصيات اجتماعية وجمع كثير من المواطنين. وأكد المشاركون خلال الكلمات التي ألقيت في المناسبة تمسكهم بقيم النضال الوطني واستعدادهم لمواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم مسيرة الوطن. وفي جمهورية جنوب السودان اختتمت الجالية الإريترية في مدينة جوبا بطولة لكرة القدم أقيمت بين 8 فرق واستمرت لعدة أسابيع ضمن فعاليات الذكرى 35 للاستقلال المجيد. كما شهد الحفل الختامي عروضا رياضية وفنية قدمها أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد الوطني للطلبة والشباب تضمنت أغاني وفقرات تراثية تجسد التنوع الثقافي الإريتري. وفي ختام البطولة توج فريق دندن بكأس الاستقلال وتسلم السيد سقاي محاري الكأس من قنصل إريتريا في جنوب السودان. أفاد المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد تسفى مريم يوهنس أن الاستثمارات التي تم ضخها في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات في السنوات الماضية من الاستقلال حققت نتائج كبيرة في حياة السكان. وذكر بأن عدد المدارس ارتفع من 6 إلى 48 مدرسة وتم بناء مدرستين داخليتين متوسطة وثانوية في طيعو وأفنبو ليسهم ذلك في نمو المشاركة في التعليم. وحول الخدمات الصحية أوضح بأن الإقليم كان يمتلك مستشفى واحد فقط في عصب قبل الاستقلال وتم حاليا إرساء 16 مؤسسة صحية منها مستشفيين في طيعو وعدي و9 عيادات في إدارة الضواحي ومركز صحي في عصب إلى جانب مستشفى دحتم المرجعية الإقليمي. وعن البنية التحتية الزراعية أوضح بناء مجرى تحويلي لسيول قحرو وإيكالي وسدود دبايسيما وأفنبو ورمادو بسعات تتراوح بين 70 و300 ألف متر من المياه. أجرى البرنامج الوطني لمكافحة العمى عمليات جراحية مجانية للعيون بالتعاون مع مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي لأكثر من 1000 مواطن في مديرية مايمنة. أوضح طبيب العيون في مستشفى الإقليم المرجعي الدكتور مكنن أبرهلي إجراء العمليات الجراحية ل 152 مواطنا لإصابتهم بعتام عدسة العين والقرنية ومحجر العين. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض أسقدوم إعطاء مئات الأشخاص أدوية ونظارات طبية بعد الفحوصات الطبية التي أجريت ونصح بضرورة التعامل بعناية مع العيون وتناول الأدوية التي يصفها المتخصصون الصحيون. وشكر إدارة الضواحي والجهات الأخرى على مساهمتهم في نجاح البرنامج وحث على استمرار مثل هذه البرامج. كما أعرب المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية عن امتنانهم لوزارة الصحة لتركيزها على السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات لهم. أفاد قسم العمل بأنه تم خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال المجيد تم تسوية 95 من نزاعات العمل المطروحة عبر الصلح من أصل أكثر من 298 ألف نزاع تم النظر فيه. أوضح المدير العام للقسم السيد وليسوس أليسا في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن مختلف الأنشطة التي ينفذها القسم تستند إلى قانون العمل الإريتري الذي يكفل حرية وحقوق تنظيم العمال ويوفر إطارا للحوار بين أصحاب العمل والعمال إلى جانب تنظيم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة ببيئة العمل. وفيما يتعلق بتسجيل الباحثين عن العمل أشار السيد والليسوس إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى العام 2025 تسجيل أكثر من 243,600 باحث عن عمل، موضحا بأن 57% منهم توفرت لهم فرص عمل شاغرة فيما تم توظيف 75% من المستفيدين من تلك الفرص. كما بين أن قسم العمل نفذ عمليات تفتيش ورقابة على أوضاع العمل في أكثر من 43,500 مؤسسة خلال الفترة ذاتها، حيث التزمت 28% من المؤسسات بالمعايير القانونية المطلوبة، بينما تعرضت 4% للعقوبات، في حين تم توجيه إنذارات ل 18%. وأشار المدير العام لقسم العمل إلى أن إريتريا أصبحت عضوا في منظمة العمل الدولية عام 1993 ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية تابعة للمنظمة الدولية للعمل. نظمت مدينة كرن ندوة وعوية للمواطنين والشباب العامل في مؤسسات الدولة في إطار برامج الاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال المجيد تحت عنوان صمود الشعب والإنجازات التي حققها خلال الفترة
من 16 وحتى 17 من مايو الجاري. وشارك في الندوة سكان إدارات الضواحي إلى جانب تنظيمات الشباب العامل. تناولت المحاضرات مسيرة نضال الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمها عبر مختلف المراحل، إضافة إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت بفضل الصمود والإرادة الوطنية. وأوضح المسؤول السياسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملوء تسفى مريم أن ما وصلت إليه إريتريا اليوم هو ثمرة للصبر والثبات والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري على مدى سنوات طويلة، مؤكدا أن الصمود أصبح سمة متجذرة في الهوية الوطنية الإريترية تنتقل من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقلال وتعزيز مسيرة التنمية يتطلبان المزيد من العمل المشترك والوحدة الوطنية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية واستكمال مسيرة البناء الوطني. وفي ختام الندوة أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه البرامج التوعوية المهمة، مؤكدين دورها الكبير في رفع الوعي الوطني وتعزيز روح المسؤولية والانتماء بين مختلف فئات المجتمع. يواصل برنامج الادخار والقروض المصقرة جهوده الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مديريتي حقات ومنصورة عبر توسيع خدمات التمويل المصقر ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وأوضح مسؤول المؤسسة في المديريتين السيد أميني أرأيا في تصريح لوكالة الأنباء أن البرنامج يوفر قروضا بفوائد رمزية للمواطنين العاملين بصورة فردية أو جماعية في مجالات الرعي والزراعة المروية والتجارة والحرفة وتنمية الثروة الحيوانية إلى جانب العاملين في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات البرنامج بلغ 1641 مستفيدا في مديرية حقات و698 مستفيدا في مديرية منصورة، مضيفا أنه تم خلال عام 2025 توزيع أكثر من 3.5 مليون نقفة كقروض، فيما تجاوزت المبالغ المحصلة 6.8 مليون نقفة. وبين السيد أميني أن المؤسسات تبذل جهودا مكثفة لتقريب الخدمات من المواطنين عبر استخدام البنوك المتنقلة للوصول إلى المناطق المختلفة، بما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتوفير الوقت والمال على المستفيدين. وفي ختام تصريحه ثمن التعاون القائم بين المدراء والمستفيدين في تنفيذ البرامج التنموية، داعيا المواطنين للاستفادة من خدمات برنامج الادخار والقروض المصقرة لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز أوضاعهم الاقتصادية. هذا وقد تأسس برنامج الادخار والقروض المصقرة في مديرية حقات عام 1996 وفي مديرية منصورة عام 2002. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. توعدت إيران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. وقالت وكالة مهر الإيرانية أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان غير معروف، وهو تطور جاء بعد وقت وجيز من تفعيل الممثل فوق جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز نتيجة رصد مسيرات صغيرة من نوع كواد كابتر. وقال قائد برقر خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية أن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. وحذر الولايات المتحدة وحلفائها من أن يرتكبوا مجددا ما أسماه خطأ استراتيجيا وسوء تقدير. وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تحدث فيه ترامب عن أن تطورا إيجابيا في المحادثات مع إيران أقنعه بإرجاء الهجوم على طهران، مشيرا إلى أن هنالك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سلاح نووي. بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعدت فيه كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة، فيما يستهل الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من 19 وحتى 21 من مايو 2026 مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. وتجري التدريبات التي تشمل أكثر من 64 ألف فرد و7800 قطعة من المعدات العسكرية لمحاكاة الاستعداد لاستخدام القوات النووية في حالة تعرض للهجوم. وأوضحت الوزارة أن قوى سلاح الصواريخ الروسية وأسطولية الشمال والمحيط الهادي والطيران بعيد المدى ووحدات من لينينغراد ومناطق عسكرية مركزية ستشارك في تلك التدريبات.
علقت الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها مع كندا في هيئة استشارية مشتركة تعنى بالشؤون الدفاعية أنشئت قبل 86 عاما في أحدث فصول التوتر الذي يسود العلاقات بين البلدين الجارين. تأتي الخطوة في أعقاب فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا ودعواته المتكررة إلى جعل البلد الولاية الأمريكية ال51. ويحث ترامب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين على زيادة الإنفاق العسكري وتقليص اعتمادهم على الحماية الأمريكية. وكان كارني شدد في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا على أن النظام العالمي يعاني من تصدعات، ويضم المجلس ممثلين عسكريين ومدنيين للولايات المتحدة وكندا، ويتولى دراسة قضايا الدفاع المشترك وتقديم توصيات سياسية إلى حكومتي البلدين. قالت السلطات الصينية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة، مما أسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وإمدادات الكهرباء. وأكدت السلطات أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 8 أشخاص على الأقل ألقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة تقل 15 عامل زراعيا في نهر بمنطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار غزيرة. وأضاف أن 3 آخرين لقوا حتفهم جراء سيول اجتاحت قرية منخفضة في هوبي، بينما لقي شخص آخر حتفه في مقاطعة هونان بجنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام رسمي أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات تجلي سكان بعض المناطق في هوبي وهونان. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قادت السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. تنظيم كرنفال ثقافي في شوارع أسمرة على شرف ذكرى الاستقلال. الاتحاد الوطني للمرأة ينظم برنامج بمناسبة ذكرى الاستقلال. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. أمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.